مشكلة الزمالك كلها الفلوس. الزمالك لو عنده فلوس صدقني ما في نادي في الدنيا كلها هيبقى زي الزمالك. من وجهة نظري الزمالك لو عنده فلوس هيبقى اكبر نادي في العالم، ودي مش مجاملة مني ولا يعني ايه تعبير مني عاوز اقوله للناس عشان الناس تعمل لي لايك وتشير، لا ده حقيقة. الزمالك لو عنده فلوس انا بقول لك مش بعيد يجيب كريستيانو ينهي تاريخه الكروي ومسيرته في نادي الزمالك، يجيب ميسي ينهي بنادي الزمالك، يجيب نيمار، يجيب اللعيبه دي تنهي في نادي الزمالك لو في فلوس. الزمالك عنده القدره انه يعمل كده. طب القدره من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاهميه والشهره، لان الزمالك عنده شهره كبيره جدا 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 كمان، فبالتالي شهره واهميه من غير فلوس يبقى ايقافات قيد وقواضي. فالزمالك الحاجه الوحيده اللي هتخليه افضل نادي زي ما قلنا في اول الفيديو واكبر نادي في الدنيا كلها يخش له فلوس. محتاج مجلس اداره، المجلس اللي داخل مش هقول لك المجلس الحالي وحش، لا والله بالعكس انا شايفه انه كويس، بس المجلس متكتف مستني الشركه الراعيه تديله، شركه بتتاخر عليه في الدفع عشان يدي للعيبه. ما انت ما تفكرش الزمالك ده الانديه